مشاهدينا الكرام، من جديد نلقاكم في فقرة متميزة، وفي كل زاوية من يمننا الحبيب هناك حكاية تستحق أن تروى بعدسة يمنية صادقة. ضيفنا اليوم في صباحكم أجمل واحد من الشباب اللي قدر يوصل بعدسته رسالة كبيرة عن جمال بلدنا وسحرها من الشمال إلى الجنوب. عدسته كانت شاهد على ألوان الحياة في سوق قطرة، على نبض الشوارع في تعز، وعلى قصص كثيرة نسجت بين الطبيعة وبين الإنسان. نرحب نحن وأنتم إذا بالمصور وصانع الأفلام السيد حسام الشرماني. أهلا وسهلا فيك يا حسام، صباح الخيرات. اهلا وسهلا استاذ حمير، ويسعد صباحك انت والاستاذ سونيا الحرازي. يا مرحبا فيك، صباح الخيرات عليك. إذا خلينا نبدأ معك. يعني حسام، متى بدأت علاقتك بالتصوير؟ هل كانت هواية مثلا وتحولت الآن إلى مهنة؟ والله انا بالنسبه لي التصوير شغف منذ الطفوله، وكانت هوايه، وما كنتش امارسه كعمل نهائيا. العملي كان متخصص في مجال الجرافيكس، المونتاج. كان بعيد عن التصوير شويه نوعا ما. واشتغلت انا من سن مبكر، يعني من عاد عمري 13. ما شاء الله. بعدين في عام 2008 جات لي فرصة وظيفية في المونتاج والجرافيكس، قدمت لهذه الفرصة وللأسف ما قبلتش في فرصة المونتاج والجرافيكس. بنفس الوقت قال لي أحد المدراء في هذه الشركة إنه في فرصة في مجال التصوير، أنت ممكن تقدم وتشوف حظك إذا ممكن. اختبرت، قدمت، وقبلت في مجال التصوير. استغربت، يعني المجال اللي أنا شغال فيه من سنوات ومحترف فيه ما قبلتش فيه، بينما اللي أنا هاوي فيه قبلت. وكذا تحول المجال تماما، تحول من المونتاج والجرافيكس إلى التصوير، وأصبحت يعني آه هواية ومهنة بنفس الوقت. جميل. انت عارف، بعرف شباب كثير كانوا شغالين نفسك في المونتاج وفي الجرافيكس، تسالهم ليش نقلتوا على التصوير؟ قالوا من الصور اللي بتجينا ما كانتش تعجبنا، نتعب في تعديلها يا اخي، دخلنا هذا المجال. طيب، أيوة بالنسبه كثير. لتصوير الطبيعه واللاندسكيب يا حسام، يعني ولك صور جميله نشرتها على منصات التواصل عن سقطرى، ما اللي جذبك لهذا النوع كمان من التصوير؟ ربما حتى العائد المادي عاده ما بيكونش وافر في هذا الجانب. حقيقة، لكن هو العائد المادي مش قوي، ما فيش دعم لهذا المجال تقريبا تماما. في اليمن مجال مهضوم، لكن اللي جذبنا لهذا المجال هو السكينة، الهدوء، الإحساس بالطبيعة، الاستقرار. إحنا عادة ما نهرب من العمل إلى الطبيعة ونفرغ طاقتنا السلبية، وبنفس الوقت حبينا ان احنا ننقل صورة على هذا المكان، لهذا المكان اللي احنا رحنا فيه. والصورة هذه نوعا ما احنا حبينا ان يعني الناس اللي باليمن اللي معانين من الحرب، معانين من صور الدمار. انت لو دخلت الفيسبوك بتلاقي اخبار سياسة، دمار، حرب، كلها بتعطيك طاقة سلبية. نحاول قدر الإمكان نعطي صورة جميلة عن اليمن، ونحاول قدر الإمكان نغير من الشعور للشعب اليمني جميل. من خلال الصورة الطبيعة، من خلال صور الطبيعة. وإن شاء الله نكون يعني ساهمنا ولو نسبيا صحيح. بتغيير إحساس هذا الشعب المظلوم، يعني المظلوم لأمره. جميل، حتى ننبسط ونكيف انه لما نعرف عندنا اماكن بهذا الجمال اللي بتعرضها في الصور اللي بتطلع معنا الان. فيعطيك الف عافيه حسام. طيب، بالنسبه لي رحله نعم. سقطرى، حابين تحكي لنا عن هذه التجربه، كيف قدرت توصل هذا الجمال بعدستك؟ كيف كانت الرحله؟ والله أنا لما ذهبت لسقطرى ذهبت في عمل مع إحدى الجهات وتوفقت يعني. وكان العمل بسيط، يعني خفيف، ممكن أقضي فيه ساعات معينة. بعدين أنا فكرت، قلت يعني أنا فرصة في سقطرى، مش معقول إن أنا أرجع من سقطرى ما عنديش حتى يعني صورة لسقطرى، أقل حاجة صورة واحدة، صورة تكفينا. أنا رحت سقطرى انصدمت، يعني تفاجأت أولا بشيء الناس اللي هناك. والله الناس اللي هناك يعني على الفطرة، ما يعرفوا إلا الأشياء الإيجابية، عمرهم ما يعرفوا سلبيات. والله أنا انصدمت من طبيعة الناس، استغربت. لو تعرفوا فيلم بيكي لما نزل من كوكب آخر إلى هذا، ما كان يعرف إلا الأشياء، ما يعرف إلا الخير، ما يعرفش الشر، ما يعرفش الكذب. الناس هناك زي فيلم بيكي، أنا كنت أشبههم بهذا الفيلم. الناس اللي هناك طبيعتهم عفوية جدا، مهم. متعاونين ومتسامحين. حبيت الناس، دخلت مع الناس، يا عشت سلام. معاهم، انخرطت بقراهم، بعاداتهم، بتقاليدهم. ما سكنتش بالفندق،
أنا كنت ضيف كل يوم في مكان، وكنت أحس نفسي ثقيل، لكن هم عمرهم ما حسوني بهذا الإحساس. أخذوني من قرية إلى قرية، من مكان إلى مكان، من منظر إلى منظر. بالعكس، هم روني أشياء غير مدرجة في قوائم الشركات السياحية. مهم. أخذوني إلى أماكن لأول مرة يعني أنا صار على أشوفها. كاميرا. أيوة، على مم. الكاميرا. وإن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة أنا ببدأ بنشر هذه الأماكن، لأن حلو. الأماكن هذه ما نشرتش من قبل، وأنا عاملها محتوى. مم. وكل فترة أنا أنزل شوية. طيب حسام، أحب صورة إلى قلبك من سقطرى. وأحب صورة إلى قلبي من سقطرى هي أكيد 1,000,000% شجرة دموع الأخوين. مم. والله هذا المكان هاي ظاهرة غريب عندنا الآن. وفريد من نوعه. مم. أنا عشت في هذه الغابة إحساس وشعور يعني لأول مرة أعيشه، غير الصور تماما. هو لحد اليوم لا أنا ولا غيري نقل جمال وروح هذا المكان. المكان هذا كبير واسع عملاق، مساحة شاسعة من الأشجار. للأسف بدأت تنقرض وبدأت تدمر، وما فيش اهتمام. ونتمنى ان الدولة تهتم في هذه الاماكن، نتمنى النظر لهذه الاماكن واعادة روحها من جديد. نعم، خلينا ننتقل الآن لتعز يا حسام، المدينة اللي لها ربما مكانة خاصة في قلبك وصورتها بعدسات مختلفة. لكن خلال رحلتنا لتعز معك، كيف تختلف تجربة عموما تصوير المدن والطبيعة والناس عن بعض يعني؟ وهل تحاول في صورك عادة أنك تحكي قصة معينة عن المكان، ولا اللي بتشوفه جميل بدل تقطه؟ والله تصوير المدن والناس يختلف تماما على تصوير الطبيعة. تصوير المدن والناس انت تصور صورة ولكنها تحكي كلمة. الناس يقولون ان الصورة تحكي كلمة، لكن انا اقول ان الصورة تحكي قصة، مش كلمة فقط. فانت لما تصور بالمدينة، ولما تصور دائما لما تشوف صور مثلا الرجال المسنين، تحس انه في هنا قصص تروى، تحس في انسنه بالمكان، تحس انك محتاج تجلس مع هذول الشباب من خلال الصوره. وهذا اللي احنا نشعر فيه، وهذا هو الفرق ما بين تصوير الطبيعه وتصوير المدن. كنت مرة ذكرت أنه كنت بتصور بالدرون وكانت حتسقط عليك في الماء، فحاب أعرف ايوه. تجربتك مع الأدوات بشكل عام اللي بتستخدمها للتصوير، وكيف تعاملت مع هكذا مشاكل درون دافع عليها دم قلبك وتسقط ايوه عليك والله. يعني. والله احنا بنحتاج علشان ننقل صوره بالشكل المناسب وبجوده قويه، نحتاج الى ادوات مكلفه نوعا ما، مهم. ونحتاج الى ادوات احترافيه. فاحنا لقينا لشراء الدرون لانها بتبين لنا اشياء ما بتبينها شيء العدسه على الارض، تبين لنا مناظر. ففي يوم من الايام انا طلعت بالدرون بوسط البحر، اتفاجئ انه في تشويش وان المنطقه محظوره، وبدات الدرون بالهروب من القارب. واشكر سواق الهوري اللي ساعدنا ورجع بسرعه، وحاولنا نلحق الدرون لدرجه انه هبطت في الماء. مهم. وقبل ما تهبط بالماء بثواني، والفيديو موجود اعتقد، وقبل ما تهبط في ثواني الحمد لله لحقنا هذه الدرون. والحمد لله يعني كويس. كويس. اطلقت صوت انا لاول مره اطلقه في حياتي. أنا بعرف أنه بتحتاج تمرين كبير يعني. كان من قبل معنا مختص في التصوير بالدرون من ماليزيا، وكان يتكلم أنه محتاجة تدريب. مرات تدخلوا تدربوا على ألعاب زي البلاي ستيشن مع يد بلاي ستيشن، صح؟ ايوه، الان الدرون وفرت انه انت ممكن تتدرب فيها من غير ما تقلع، يعني وكانها بلاي ستيشن. مم. فهي الان اصبح من الميزات اللي تميز فيها الدرونات الحديثه. وهذا سهل على المصورين كثيرا انه قبل ما يقلع يتدرب فيها بشكل اكبر. لكن حلو. هذه المشاكل احنا مضطرين حتى لو كنا محترفين. احنا في بلد تعاني من الحرب وفي مناطق محظورة، والمناطق المحظورة هذه مش معلنة للأسف. مم. يعني لو كنا عارفين ما كنا بنقلع بهذه الأماكن. مم. شوية مشاكل إن شاء الله تتخطاها بلادنا ونتخطاها جميعا. نعم. طيب يعني أنت كمصور واضح أنك بتحب شغلك يعني حسام، كيف بتشوف تأثير الصور عموما على الناس اللي بيتابعوا منشوراتك ونشرك لهذه الصور؟ هل بيوصلك تعليق أو رسالة من متابع مثلا ربما أثر فيك فعلا وخلاك تكمل، ولا عادي شغلك وبتحبه ومكمل رغم كل الظروف؟ والله الناس هم سبب استمرارنا. مهم. عندما يموت الشغف نلاحظ إنه الناس بيسألوا اختفيتم فين؟ فين الصور؟ فين المناظر؟ فأصبح إنه المتابعين، الناس المعجبين بهذه الأشياء، أصبحنا نشعر بأهمية إنه إحنا نستمر علشان هذم الناس. طالما هذم الناس بيسألوا علينا ومنتظرين مننا الصورة، نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء الناس.
جميل. ونشوف ردود أفعالهم للأمانة تسعدنا وتغير من مزاجنا. ومثل ما قلت لك، إحنا في بلد للأسف كل ما فيها يعني يذهب للأسوأ، نتمنى لها الخير، لكن بإذن الله تتحسن بلادنا، وبإذن الله نسعد هذم الناس بإذن الله ونستمر. جميل. طبعا انا بختم معك بجزئين. جزء انت كحسام، ايش المكان اللي بتحب او حاب انك تصوره وتزوره، وكمان نصيحه اخيره للشباب المصورين اللي عادهم داخلين في المجال من خلال خبرتك. والله أنا مستقبلا أحب أزور محمية حوف مهم. بإذن الله، وإن شاء الله هناك ترتيبات قريبة، بالتوفيق. وبإذن الله. عفوا. بالتوفيق بقول لك ان شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله يا رب. وهذا المكان لا يقل أهمية عن سقطرى، وبإذن الله ننقل صورة حلوة عن هذا المكان. طيب بالنسبه للشباب، عفوا ما سمعت السؤال. بالنسبه للشباب المصورين نصيحه اخيره من خلال خبرتك، مجال يدخلوه، والله. جهه يروحوها، مكان تدريب ممكن يساعدهم. طيب أنا أنصح إنه الشباب ما يتوقفوش، لا تتوقف. آه، التصوير بالنسبة للناس هو فن، أنا بالنسبة لي التصوير هو حياة. انقل صورة كويسة عن بلدك، انقل الصورة المناسبة، انقل صورة الوضع. آه، استمر. الفراعنة القدماء نقلوا صورة عن حضارتهم بالنقش الحجري. نعم. السومريين كذلك. كثير من الثقافة انتقلت والتاريخ انتقل عبر الصورة. لازم نستمر ولازم نتعلم. وأنصحهم، يعني أصبح التصوير من السهل جدا إنك تحصل على توتوريالز أو مواد دراسية لهذا المجال. متوفر على النت، في يوتيوب، في كل مكان. صور بأي شيء. أصبحت الجوالات متوفرة في كل مكان، أصبحت الجوالات حديثة وتنقل صورة مقاربة للكاميرا. نعم. استمر 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 واطلع. شكرا لك حسام الشرماني ألف على شكر. حضورك الجميل معنا، وشكرا على كل صورة نقلت من خلالها للعالم وجه اليمن المشرق. الله يعطيك العافية حسام. ألف شكر. أشكركم على هذه الاستضافة وأنا سعيد جدا. شكرا جزيلا لك. إذا حسام الشرماني كنت معنا عبر الزوم